اهلا وسهلا بك يا استاذ. حضرتك خريج تربيه؟ تربيه انجليزي عام دفعه 2008. 2008 وما تعينتيش؟ ما تعينتش. في عجز في الانجليزي هنا في القطاع الريفي بطريقه فظيعه، يعني انا وفي ناس من دفعتي هنا معايا واحده برضو انجليزي عام. وفي 2010 قدمت في المديريه؟ قدمت كتير في كل المسابقات وما اتخدتيش؟ ما اتخدتش. تقدير عام جيد مرتفع، يعني بقى حاجه بسيطه على الامتياز، على جيد جدا. ما فيش يعني، بقدم في كل مسابقه بس ما اعرفش يعني في ايه بالظبط. وفي عجز في القطاع الريفي، وفي يعني علشان يجيبوا مثلا واحده هنا من السويس بينتدبوها من السويس، وساعات تكون واحده وشغاله في مدرستين في ابتدائي واعدادي، بتيجي مثلا يومين هنا ويومين هنا وكده، وبتبقى بالنسبه لهم حاجه صعبه جدا بالنسبه للمواصلات، وبالنسبه ان هم يجوا على الميعاد بدري ما بينفعش. طب انت واحنا موجودين والمدرسه جنبنا. اعتقد ان انت هنا حوالين منك في كتير من زمايل نفس التخصص بتاعك ولا مختلف؟ لا انا ثلاثه تربيه انجليزي في القطاع الريفي هنا، يعني 3 بس هنا 3 تربيه انجليزي بس، هم طب يشغلون يعني في زايد عن هذا يعني القطاع الريفي كله اكمله خريجين 3 بس؟ لا مش خريجين، مش تربيه بس، تربيه انجلش، تربيه انجلش. زمايلي 3 تربيه انجليزي. لا مش في دفعتي، في احنا 2 2008 وفي واحده 2010. دول بالنسبه للانجليزي، لكن في كتربيه يعني في كتير بيبقى كل، يعني انا دفعتي انا كنا حوالي 11 واحده تربيه من القطاع الريفي. اداب، في اداب كتير وعاملين سنه تربوي وما اشتغلوش برضه. يعني احنا موجودين، احنا كتير تربيه. مش هتيجي على ال3 يعني. لا تربيه، انا اقصد حضرتك تربيه انجليزي عام دول 3، لكن انا كتربيه يعني كل التخصصات. انا دفعتي لوحدها بتاعت 2008 كنا 11 واحده تربيه من القطاع الريفي، ومفيش اي حد فينا اشتغل لحد دلوقتي. يعني انا وزمايلي كلهم احنا لحد دلوقتي قاعدين. الدفعه اللي قبلنا على طول في منها ناس كتير اشتغل، لكن ما من 2008 دي اللي من دفعتي ما اعرفش حد اشتغل بصراحه لحد دلوقتي. محمد بدري، متابع في اداره الجناين. متابع في اداره الجناين. ولا التنميه بتاعت مهارات الطفل. مفيش اصلا التعليم الاساسي اهتمام بالطفل والكلام ده. احنا عايزين نتكلم الكلام دوت عن الموضوع ده. يعني بالنسبه للتعليم الابتدائي في القطاع الريفي، انا اعلم ان هو هناك مفيش تعليم جيد فيه، ونسبة أمية الطلاب فيها بكتير، وبالخاص التسريب كمان بالخاص في قطاع الجناين. دي مشكلة بتعانوا منها. طب حضرتك تقدر تقول لنا ايه سبب من اسبابها؟ ايه هو؟ اسباب بالنسبة للتسرب عندنا؟ التسرب والأمية داخل المدارس. تمام. التسرب، بالنسبة للتسرب ان بعض الآباء بيستعينوا بالتلامذة في الشغل. لأن أجر العامل اليومي ده أصبح 60 جنيه. فالأب بيستعين ببعض أبنائه، مما بيسبب في بعض التخلف شويه. يعني نسبة الغياب بتزيد، تسرب من العمل، وممكن ما يكونش ليه ما يكونش في دافع المدرسه نفسها. ما انا هقول لحضرتك في نسبه ثانيه، ان عندنا بالبدو والعرب كتير قوي ناس يعني هم في سينا وعيالهم هنا، يعني الراجل بيتنقل والمراه وراه مش عارف ايه، بيترحل. فالعيل يعني بيجي لك مثلا مرتين في الشهر 3، وممكن تبقى العيله مقيمه في سنه 6 عندي متجوزه. متسربه، مكتوب عندي متسربه وهي متجوزه. كويس. انما بالنسبه للعمل بقى في القطاع الريفي، يعني العمل يعني بنقوم بدور كامل يعني. انما يعني كتدريس يعني كله 100 100 الحمد لله. 100 100؟ 100 100 عندي. نتيجه القطاع لا مش نتيجه الشغل. انما نسبه التحصيل بقى والحاجات دي مفيش. لا مفيش من العيال. ما انت ما تدينيش نتيجه، ما مش هيديني نتيجه تبقى مفيش شغل. ما انا بقول لحضرتك الطفل في القطاع الريفي ايه المشكله اللي بتواجهها؟ تنميه مهارات الطفل. التنميه لا عندنا شغالين، احنا شغالين. يعني عندكم مدرس مثلا موسيقى؟ لا مفيش اي انشطه نهائي. ايوه من الانشطه. لا في تربيه رياضيه. دي مهارات الطفل. لا ما عندناش الانشطه دي. لا في انشطه. متوقف؟ لا متوقف. الحصه متوقفه يعني احنا زمان يعني مدرس العربي عندنا اسمها حاجه اسمها التعليم الاساسي. تمام. بناخد للولاد الورشه اللي هي بتاعت ورشه. مظبوط. ايوه. الورشه النجاره والتعليم الصناعي. ما فيش. لا ما فيش موجود ده خالص. والبنات التدريس والرسم. وكان في مدرس ورشه للرسم وورشه للموسيقى. لا ما فيش خالص ولا الكلام ده كله مش موجود خالص. ولا حجرات. كان في حجره تربيه فنيه وكان تعمل معارض. لا ما فيش اي حاجه دلوقتي. يعني لو طفل عنده موهبه ما بتختفي الا لو ظهرت كده بظروفها، يعني نخش بيه مسابقه ويكسب. والمسابقات دي متوفره ولا مش موجوده برضه؟ اللي هي ايه؟ المسابقات العلميه اللي لا المسابقات موجوده، يعني في اوائل طلبه وفي حاجات زي كده. انما ما فيش. لا لكن المدرسه تتبنى موهبه فنيه معينه. لا ما عندناش. لا فن الشعر، فن الموسيقى. الكلام ده معدم خالص نهائي، لان ما فيش مدرس متخصص، لا مدرس العاب، مدرس موسيقى، مدرس رسم، ما فيش. يعني مدرس العربي ساعات بتاخد الرسم، مدرسة الرياضة تاخد الالعاب كده يعني. فالانشطه دي كلها واقفه متوقفه ليه؟ قله عدد المدرسين او العدد المتخصص كله.
لعدم وجود المتخصصين. لعدم وجود متخصصين ده مع ان في خريجين. ما هو خريجين بقى وعايز يملى لي عربي وانجليزي ورياضه و كده. عايز بالنسبه للعربي والانجليزي والرياضه هل المدرسين كلهم في اكتفاء منهم ولا في نقص برضه في الادارات؟ في عجز عندك في اداره الجناين. عجز كبير من انا باجي انزل بتوع السويس بيبقى منزل لي كشف ناس 100 على بيديني 100 اسم جايين اللي جايين بيجي لي منهم 50 وده اللي تعب مدير الاداره عندنا نفسه. لذلك بيقعد ساعات يمسك يقول لك لا مش هنزل الا يجي لي 5 انزل 5 يجي لي 10 انزل 10. يعني ده قصاد هات لي بديل انزل. لانه بيضطر لان مدارسنا متطرفه. طبعا ما فيش مدرسين انشطه ولا اخصائيين ولا لا الاخصائيين موجودين، اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي وكده موجودين. انما اخصائي يعني مدرس تربيه رياضيه مدرس تربيه فنيه مفيش. مدرس موسيقى الانشطه مفيش نهائي. لا مفيش الكلام ده مفيش. لا ممارسات صحات موجودات لا موجودات وغرفه وحجره عزل وكله ده موجود. بس الاخصائي النفسي مش متواجد كتير بقى. مش في كل المدارس. غير مدرسه ومدرستين. الاخصائي الاجتماعي في كله انما النفسي قليل يعني. وحضرتك والمسجد اللي كان بيبقى موجود زمان في كل مدرسه. مفيش. لا ممنوع دلوقتي خالص. ممنوع؟ مفيش مكان. يعني دلوقتي الطالب حتى ما بيعلموش كيفيه الصلاه. لا كنا من زمان ينزل عيل يتوضى ويتعلموا الصلاه. بنعلم حصه الدين كان لنا حصه مخصوص بننزل يعلمنا ايه الوضوء ويعلمنا الصلاه ازاي. دلوقتي دي مش موجوده. لا مش موجوده لا. اهتمام عندنا احنا مدير اداره باذل المجهودات يعني صراحه يعني الراجل بيموت نفسه. وكان في مدير التعليم الابتدائي الابله نعيمه دي راحت المديريه دلوقتي. برضه يعني كانت قاتله نفسها يعني هي ساكنه في السويس كانت من الساعه 7:30 تلاقيها في شندوره وكبريت. ابراهيم كانت بتعمل شغل كويس. يعني كانوا مموتين نفسهم شغل صراحه. يعني يعني عايزين يعني يوصلوا باي طريقه. يعني الادارات عندنا ناجحه. كويس جدا يعني وبذله مجهود خرافي. بس ما عندهمش الامكانيات. انما ما حدش ممونهم بقى يعني ما فيش الامكانيات. رغم ان في دلوقتي حاجه اسمها اللامركزيه. عندنا اللامركزيه ان ممكن مدير المديريه او المحافظ ياخد قرارات رئيس او ياخد قرارات وزير. فمتوقفه بالنسبه زي ما حضرتك سمعت عن موضوع تعيين بابناء القطاع الريفي. ايوه يعني انا عندي 60% من مدرسات ابناء السويس و40 ابناء القطاع الريفي. فالميكروباص لو اتاخر مره او فردت كاوتش المدرسه هتقف. يعني الميكروباص جايب لي 11 مدرس على مدرسه كذا زي ما حصل كده في عطل. عطل يبقى خلاص مفيش دراسه. ما راحوش حين الا لما تفرج بقى يصلحوا الكاوتش ولا يجيبوا ميكانيكي بالتليفون واصلا هنا المواصلات نادره. فاحنا بالنادي بقى حضرتك بالنسبه كنت توصلوا الكلام ده للمسؤولين يعني ان شاء الله. بالنادي ان ابناء القطاع الريفي فيه تربيه كتير جدا قاعدين في البيوت ليهم 6 سنين و7 سنين قاعدين نايمين. فدول لو تعينوا هيعملوا اكتفاء ذاتي جوه. وبنت القطاع الريفي المدرس ده ابن خالتها وابن عمتها وابن الشارع وابن عيلتها يعني. فالمجهودات بتبقى يعني وابناء القطاع الريفي عندهم استعداد يتفوقوا على ابناء السويس. يعني مستعدين احنا ابنائنا يعني يزيدوا عن المدارس الخاصه في السويس في حاله ان البنات او المدرسين والمدرسات يبقوا من ابناء القطاع الريفي. احنا ان شاء الله هنوصل للمسؤولين يا رب والله. بس تنادوا وتعرفون من كلمه اللامركزيه دي ان يعني يامروا بان